عملت معاكم قبل كده طاجن المكرونة باللحمة المفرومة بس من غير ما نقلبه بالشكل الجميل ده. تمام، هنعمله مع بعض النهاردة بقى، بس هنقلبه هيبقى بنفس طريقة المحلات بالظبط، وهنعمله بطريقة سهلة وهيبقى دايب دوب وجميل قوي وهيعجبكم جدا لو عملتوه بالطريقة دي. بس لو أول مرة تتابعيني، أنا اسمي ضحى الصادق من مطبخ دودو. لايك وشير للفيديو بقى لو عجبك، والاشتراك الجميل في قناتي علشان أكبر بيكم إن شاء الله، وما تنسونيش بقى باللايك. تعالوا نشوف هنعمل ايه. أول حاجة هنجيب مية سخنة على النار عشان نسلق المكرونة. هنبدأ نضيف معلقة ملح في المية، وبعد كده هنبدأ نضيف المكرونة. بس نصيحة بقى مهمة قوي، ان انتي تضيفي المكرونة وما تسويهاش سوا كامل. تمام، عشان خاطر احنا لسه هنسويها تاني في الصلصة. هبدأ بقى ان انا اجيب بصل كتير، يعني انا جبت حوالي 5 بصلات كبار، بدأت ان انا افرمهم كده ناعم في الكبة. وجبت معاهم فلفل ألوان وخضرة. وهنبدأ ان انا بقى اضيف فل البصل، هفرمه الأول ناعم، وبعد كده هبدأ ان انا اشوحه بمعلقتين كده سمنة ومعلقة زيت على النار. تمام، وبعد كده هبدأ على ما يتشوح اكون فرمت الفلفل الألوان والخضرة. وطبعا ما تنسوش فصين التوم، انا ده فرمتهم مع البصل. انا هشوح نص الكمية للحمة المفرومة، ونص الكمية التانية للصلصة بتاعة المكرونة. بعد ما البصلة اصفرت، هبدأ انزل بقى بالفلفل الألوان والخضرة اللي أنا فرمتهم. هبدأ ان أنا أضيف نص الكمية هنا والنص التاني هنا، زي ما انتوا شايفين أنا بعمل الاتنين مع بعض عشان أنجز وقت. بعد ما بدأوا كده يشربوا من بعض ودبلوا جامد، هبدأ ان أنا أنزل باللحمة المفرومة. انا كنت مشوحاها في معلقة سمنة كده لوحديها، منزلة كل المية اللي فيها. وبعد كده ضفتها على البصل والفلفل. وبعد كده لما خلاص اتشوحوا كويس، بدأت انزل يعني حوالي طماطمتين كده، قطعتهم قطع صغيرة، بيفرقوا جامد في الطعم على فكرة. هبدأ بقى هنا البصلة برضو بتاعت الصلصة اللي اتصفرت، هبدأ انزل بالصلصة وابدأ انزل بالبهارات. انا بحط ملح وفلفل وكزبرة ناشفة. عايزة تضيفي بابريكا، عايزة تضيفي زعتر، عايزة تضيفي اي حاجة ضيفيها، انا بستكفي بالبهارات دي بس. وحطيت مرقة دجاج طبعا. هبدأ ان انا بقى اسيبهم يتقلبوا كويس، بس مش هسبكها تسبيكة كاملة عشان خاطر لسه هاضيف فيها المكرونة. تمام، هبدأ كده بعد ما اتسبكت اخد شوية صلصة في طبق كده في جنب. وبعد كده هبدأ بقى اجيب الطواجن بعد ما غسلتها ونشفتها. هبدأ ان انا اعمل 2 طاجن بس يعني اللي هو يتقلبوا. تمام، لان زي ما قلتلكوا في اول الفيديو، انا مش بحب الطاجن يكون مقلوب، بحب اكله كده من الطاجن على طول، فتكون اللحمة فوق. فعشان انا برضو هعمل ده وده، فبدأت اعمل الاول اللي هيتقلبوا. بدأت اضيف الاول اللحمة المفرومة في الطبقة الاولانية من تحت. بدأت اضيف عليها المكرونة، وبعد كده ضفت معلقة صلصة على الوش. وكده يبقى انتهينا من اول طاجن، وهنعمل التاني زيه بالظبط. وبعد كده هعمل التانيين بقى اللحمة المفرومة فوق. تمام، الكمية كانت ربع كيلو لحمة مفرومة. عملولي كتير لان البصل لما بتكتريه مع اللحمة المفرومة بيدي معاكي كتير قوي. فما شاء الله انا عملت 2 طاجن كبار و3 صغيرين، يعني كفونا يعني ما شاء الله. عملوا كمية حلوة قوي معايا. هنا بقى هتكلم شوية عن المكرونة. المكرونة كانت غلطة كبيرة مني ان انا استعملت اي نوع مكرونة. تمام، المكرونة المفروض ان انتي بتحطيها في تتسلق، وما بتسلقهاش سوا كامل، بتبقى نص سوا. ولما بتتسلق بتغسليها. تمام، ليه بغسلها؟ علشان خاطر ما تستويش بزيادة لانها بتبقى سخنة. وفي نفس الوقت برضه عشان ما تلزقش وتمسك في نفسها كده، بالذات المكرونة البشاميل. اي نوع مكرونة تانية لا عادي خلاص. تمام، لان كده كده هتضيفيها في الصلصة. هنا بقى انا بدأت احط الطاجن اللحمة فوق، وحطيت على وشها جبنة موتزاريلا. وهخلص باقي الكمية بالشكل ده. بس حبيت اديكم معلومة بس عن المكرونة، انك ما تستعمليش اي نوع مكرونة. لو نوع يعني مش قوي، مش ضمناه قوي، ما تسلقهاش كتير، يا دوب غلوة واحدة بس في المية وتطلعيها. لان انا اديتها غلوتين في المية على اساس ان هي هتبقى نص السوا، لسه بدري عليها يعني. لقيتها استوت معايا جامد زي ما انتوا شايفين. في كمية منها مقطعة، بس ما فرقتش معايا خالص في الطعم ولا في الشكل. بس يعني نصيحة، لو هتعملي مكرونة حاولي ما تسلقهاش كتير، يبقى نص سوا حاجة بسيطة كده وخلاص، عشان تبقى الحباية بحبايتها كده. هدخلها بقى الميكرويف او الفرن الكهربائي اللي فوق تحت الشواية بالظبط كده، عشان خاطر
تاخد بس وِش معانا لأن هي كده مستوية، وبعد ما طلعت غطيتها بالفويل وسِبتها ترتاح شوية وباوريها لكم بقى ده الشكل النهائي ليها، الموتزاريلا ما كانتش كتير أوي عليها بس مدياها طعم حلو أوي ومطّة برضه حلوة زي ما أنتم شايفين كده الطاجن ده طعمه رهيب، أنا باحب الطاجن بقى يكون كده، ما باحبوش مقلوب الصراحة. هاوريكم بقى الطاجن ده شكل الموتزاريلا عليه، هاوريكم بقى الطاجن اللي من غير اللي هاقلبه بس يا رب ما يكسفنيش بقى وينزل على طول، فده شكله باوريكم ده هيبقى الطبقة اللي تحت، هابدأ إن أنا أديّره، بسم الله الرحمن الرحيم، ما شاء الله جميل أوي، شايفين بقى الطاجن أنا يعني هو في ناس بتحبه كده بس أنا مش باحب كده، أنا باحب آكله من الطاجن بيبقى ليه طعم أحلى، طبعًا هو مش هيتقدّم بقى طبعًا كده، لازم نزيّنه ونقدّره لإن هو الصراحة يستاهل، طعمه حلو أوي وشكل النهائي جميل، أتمنى الفيديو يكون عجبكم، ندوق بقى مع بعض كالعادة، يا رب ما أكونش جوّعتكم بس. ويلا بقى عايزة لايك كتير للفيديو كل ده أكيد لسه ما عملتوليش لايك أنا مستنية اللايك الجميل منكم ومستنية الاشتراك الجميل برضو أتمنى الفيديو يكون عجبكم ولو أول مرة تتابعيني ما تنسينيش بالاشتراك والشير للفيديو واللايك الجميل بتاعك وبألف هنا وشفا وأشوفكم على خير في فيديو جديد إن شاء الله سلام.